بالفعل كانت صور صادمة، يعني صور صادمة، لاعبين في هذا المستوى ودورة في هذا المستوى توفى مباراة من مبارياتها على هذه الشكل. ناصر، هو صحيح وقت اللي نشوفوا تصاور كيف هذا الحق توجع، ماذا بينا ما نشوفوهاش. من بعد اللي هو مشى لوليد الركراكي وبدات البروفوكاسيون، دخلت معناتها في البروفوكاسيون ونجرت عليه العركه هذيك. ماك تعرف كي تبدا الفول حتى جاست بيدو خايف. اي معناتها ظهر لي فما استفزاز صار منه. معناتها انت كابيتان ديكيب وتمشي معناتها في نهايه المباراه وانت خرجت بنتيجه ايجابيه في نهايه الامر، كنت خاسر وتعادلت واليوم عملت مباراه كيما هكايا. معناتها راهو معناتها ينجم يتعدى بعد سيرتينمون، ينجم يتعاقب، راهو مش على خاطر المباراه وفات، ينجم سيرتينمون الحديقه لابد ان تتخذ، لابد يعني معناتها اليوم التصاور هذه ما تليقش الحق بالكره الافريقيه، ولا بد الردع في الحوايج كيما هذوما باش ما عادش نشوفوها الحق. ماك تعرف يا عادل كي تدخل الفوضى وكل واحد يولي يحب يدافع على روحه سيرتينمون تولي فريمون. ماجد يعطيك الصحه راسل، ماجد غياب الامن في الملاعب يعني اليوم وقت اللي كان باش تطور المباريات وباش نوصلوا لادوار متقدمه، يعني شو نجم يصير يعني اذا في حاله الانفلات الامني هنا في مقابله كما هكا؟ المفروض ان تكون فما يعني الناس مسؤولين على التنظيم ورجال الامن حتى يكونوا يعني من المتطوعين الموجودين في ملاعب اوروبا. اليوم ما فما من حتى شيء. هذه ابسط الامور، وهذا اختبار يعني طبعا اختبار وانفلات امني فيما حدث، ربما يبعث بعديد الرسائل السلبيه في بطوله يرصدها العالم عبر كاميراتها، اكبر القنوات التلفزيونيه في العالم. ما حدث غريب، ولكن من باب التذكير فقط، انا لا ارمي الورود. وليد الركراكي انسان راقي دبلوماسي يرفع شعار الروح الرياضيه، وحتى في الشارع المغربي يتعامل مع كل الفئات بكل حب. قال ما حدث ما كنا نود ان نرى هذا. وليد الركراكي ربما استفزه هذا اللاعب بطريقه او اخرى، حتى انه تفاجأ لردة الفعل بتلك الطريقه. ما نتمناه ان نتفادى مثل هذه الامور، وربما انت ادرب وليد الركراكي كابتن الاسعد وتعرفوا على الطبيعه وعن قرب. ما تنساش وانه المنتخب المغربي يترشح لكاس العالم على الكونغو، في الكونغو حكيت على الموضوع هذا، حساسيه المباراه. وفي المغرب 4 أهداف في 0، وكانت موجوده مناوشات ما بين الاطار الفني والكابتن. واليوم الكابتن نتاع الكونغو يشوفوا انه وقفوا المغرب، عملوا مارشوير مع المغرب، يعني كانت استفزازات يعتبروا انجاز بالنسبه له. لكن الكره هذه ما نحبوش نشوفوها. هي اللقطه الاسعد، اللقطه راهي في اخر دقيقه من الماتش، اخر دقيقه من المباراه، اصابه اللاعب الكابتن، دخلوا باش يسعفوه، الحكم عطاه كرتون، تشنج، قالوا لازمك تخرج. شفت اللقطه، لازمك تخرج، خرج وفي الماتش، ولكن اللاعب مازال متشنج وتفوه وقام بحركات ضد المدرب. الاشياء هذه مالوروزمون بكل اسف الركراكي مع اخلاقه العاليه وكل لاعبين المنتخب المغربي طاحوا في البياج، في فخ منتخب الكونغو. ولو الحمد لله لو كانت ربما الحادثه تكون اخطر، كان العقوبات مش تمس زوز منتخبات، وبالتالي في كل الحالات المنتخب المغربي باش يكون خاسر في اي كل الحالات. نتمنى انه ما تصيرش فما عقوبات لاي لاعب من المنتخب المغربي. المنتخب المغربي كان استفزوه، ولكن مالوريزمون طاح في البيت. نعم مشاهدينا الكرام، المغرب تتعادل مع الكونغو بنتيجة إيجابية 1-1، والحسم يتأجل يا صابر للجولة الأخيرة. رأيك في الأداء منتخب المغرب؟ إلى حد ما مخيب للأمال الحقيقة، لأن احنا كنا ننتظر من المغرب ما لم ننتظره من الآخرين. المنتخب المغربي تحديدا كنا ننتظر منه مستوى ونتائج اكثر من اللي ننتظره من المنتخب المصري والمنتخب التونسي والمنتخب الجزائري وطبعا المنتخب الموريتاني، وخصوصا انه بدا المباراه بشكل جيد جدا ورائع جدا وهدف مبكر. تخيلنا ان الامور هتكون سهله في ظل وجود العناصر القويه داخل الفريق، ولكن عندما المنافس يهدر هذا الكم من الفرص وانت عندك خط دفاع ما شاء الله، بتتكلم عن اشرف حكيمي، بتتكلم عن رومان سايس، وبتتكلم كمان حتى لاعبي خط الوسط مرابط وبقيه اللاعبين لعيبه جيده جدا، وبرغم من ذلك تتاح للفريق المنافس كل هذا العدد من الفرص وضربه جزاء مهدره. كانت يعني كنا ننتظر فوز مريح، الفوز لم يتحقق، ولكن الفريق قادر على التعويض وقادر على تقديم المستوى المرضي للجماهير العربيه بشكل عام. فتحي، تعادل عادل للمغرب؟ تعادل عادل وتعادل منصف للمغرب. المقابله هذه عديده الدروس، من الدرس الاولاني وانه كاس افريقيا اصعب من كاس العالم. كاس افريقيا اصعب من كاس العالم، اصعب، مش نفس المحيط، مش نفس الملاعب، مش نفس الطقس، مش نفس المنافسين. اليوم الكونغو فريق رائع جدا،
تقصد اصعب من كاس العالم على الفرق الافريقيه اللي تلعب بعضها مع بعض. صحيت، هذا كظروف محيطه. اذا هذا النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الدرس الثاني، عندما لا تقدر ان تنتصر على الاقل لا تنهزم. وهذا الدرس الثاني بتاع الفريق المغربي، ما هوش قادر اليوم باش ينتصر لانه سجل هدف مبكر ثم اضاع النسيري على الاقل هدف سهل، ثم اول الشوط الثاني اضاع هدف اخر، ثم ولات مقابله في اتجاه واحد الكونغو والمغرب، وبالتالي الخروج بنتيجه التعادل اعتبره اخف الاضرار للمغرب. صحيح راهو تضمن له الترشح 4 نقاط. المقابله الاخيره مع فريق زامبيا مبدئيا المغرب مترشح، ولكن اليوم درس، ما فما حتى مقابله سهله، ما فما حتى منافس سهل. كل المواجهات الافريقيه صعبه، كل المواجهات صعبه. واليوم الحقيقه مفاجاه كبيره جدا، الفريق الكونغولي فريق محترم جدا، الرابع العالمي المنتخب المغربي كان قاب قوسين وان ينهار امام فريق كونغو. فعلا للامانه يستحق كل الاشاده. وكذلك تستحق مشاهدينا الكرام الجماهير المغربيه هذه ردة الفعل، وتمنت الفوز لكن التعادل قد يكون مرضي. الجماهير تمنت أحمد انتصار و3 نقاط، لكن بالأخير نقطة أفضل من الخسارة. محظوظين المنتخب المغربي إنه يخرج من هذه المباراة بالتعادل. شوف، الفريق الكونغولي تفوق في الشوط الثاني بدنيا، فنيا، كأداء، عطاء، روح، بالرغم انه اللاعبين المغاربه حاولوا يجارون في الشوط الاول، فاخذوا مجموعه من اللاعبين اخذوا كروت، واعتقد المدرب سحب زياش وسحب مجموعه من اللاعبين، لان نقطه ولاعبينك ايضا مكتملين من غير اصابات في المباريات الجايه اللي راح تكون اصعب. ولكن هذا اختبار مره ثانيه، واختبار صعب جدا، انه فعلا في المنافسه الافريقيه راح تواجه فريق اول شيء ما يخاف يندفع بدنيا، والنقطه اللي ذكرناها محترفي افريقيا لا يخشون. لماذا لم تنتصر في مباريات في افريقيا؟ ما يفكروا في ايش؟ في انديتهم الاوروبيه. نعم. من كلام احمد عبد الكريم، لماذا لم تنتصر المغرب اليوم؟ يبدو ان اولا الاهداف المبكره تعود وبالا على كل الفرق وعلى اصحابها، على كل الفرق التي تتقدم بشكل مبكر نراها بعد ذلك اما تتلقى اهداف بالتعادل، يتراجع المستوى، او حتى في فرق انهزمت. هذه يعني هذه ظاهره الان في هذه البطوله تحديدا. لماذا لم يفوز؟ انا اعتقد بان الحماس كان اكثر والجرأة كانت اكثر عند المنتخب الكونغولي اكثر من المنتخب المغربي، اللي بالتاكيد الهدف المبكر اعطاه نوع من الاطمئنان للنتيجة، وهذا ما عاد عليه بالنهاية. جميل. دعونا نتابع معكم مشاهدينا الكرام رأي الجماهير المغربية بعد هذا التعادل. الماتش كان صعيب صراحه. الدراري ايزون بيني فيزيكمون، لعبوا تحت الضغط، تحت دي كونديسيون كليماتيك صعاب، مي بون داروا اللي عليهم، عرقوا التوني كما كنقولوا. الماتش كان بالنسبه للبارابول الماتش الاول كان صعيب. الدراري ديال الكونغو واقفين مزيان، المتابعه كانت مزيانه الصراحه، النتيجه كانت مناسبه، واخا الضغط الجمهور اللي كاين تما فهمتي، وتا الحراره حتى الله يحسن عوان اللاعبين والله يحسن عوان اللعابه وكلشي فهمتي، ان شاء الله كنتمنى لهم التوفيق. الحمد لله ما خسرناش، درنا ايغاليتي، كانوا عيانين
ما لعبناش ماتش واعر، وان شاء الله لو ديرني ماتش نربحوا ونمشيو دوزيام راوند. عاجل مشاهدينا الكرام، النجم محمد صلاح يعود لليفربول. صلاح يحضر إلى ليفربول في خبر قد يكون صادم مشاهدينا الكرام للجماهير المصرية. صابر، صلاح يحضر مباراة كاب فيردي ويسافر لإنجلترا عقب المباراة بعد إجراء فحوصات طبية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة، وبعد التواصل بين الجهاز الطبي وبين نظيره في ليفربول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة كاب فيردي غدا لاستكمال علاجه على أمل لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس أفريقيا في حالة التأهل. صحيح، في أكثر من نقطة هعلق عليها بسرعة. كونه ان هو يسافر يتعالج مع الجهاز الطبي ليفربول ده امر طبيعي عادي، الجهاز اللي متابعه وعارف حالته وعارف امكانياته، فهو الاكثر درايه بكل عضلات محمد صلاح، وبالتالي ده امر طبيعي انه يسافر. بس اللي زعلنا ان احنا كنا متوقعين انه صلاح حسب المؤشرات الاوليه انه في حاله تاهل المنتخب المصري هيكون قادر على المشاركه بسهوله في دور الثمانيه في حاله التاهل. كده ابتدينا نتكلم على الدور قبل النهائي، بعد كده لا قدر الله ممكن نتكلم عن النهائي كمان. يصاب قبل يومين الاخبار تقول مباراتين ويلعب في اول دور اقصائي. كانوا بيقولوا دور الثمانيه، مش هيلحق دور اخر مباراه في المجموعات ودور ال 16. ابتدينا نرحل المباراه ده. اعلن الجهاز الطبي مباراتين فقط. ايوه، ما هي مباراتين الاخيره في المجموعات ودور ال 16. دور 16 وانه يلحق من طيب هل الاصابه تستدعي كل هذا؟ اللي زعلني في نقطه مهمه. الاصابه انا ما اعرفش طبعا، اللي زعلني في النقطه دي انه يورجن كلوب هو اللي اعلن انه محمد صلاح هيروح ليفربول يتعالج. انا فين كاتحاد الكوره يعني وفين كمنتخب؟ ليه يعني انا يجيني اخباري في الاختلاف ما بين كلوب والاتحاد. انا راجل مصري، تجيني الاخبار من يورجن كلوب انه محمد صلاح هيروح ويجي محمد صلاح يورجن كلوب بيتكلم عنه لما يكون في ليفربول. هنا عندنا الاتحاد المصري هو اللي يقول محمد صلاح هيروح هيرجع. ياخد الاخبار يفصل فيما ذكرت، وواضح ان انت تتمنى يعني استمرار محمد صلاح وعدم عودته. عبد الكريم، رايك فيما قال صابر؟ أنا راح ازيد اوجاع صابر. كلوب قال ان اذا تاهل الفريق او الفريق المصري الى النهائي قد يلحق في صلاح. يعني الاتحاد المصري في الخبر يقول ان على امل لحاق بالفريق قبل النهائي. كلوب اعلن قبل الاتحاد وقال في تصريحه كنت على تواصل من بعد الإصابة مباشرة مع صلاح بشكل يومي. صحيح. والآن التواصل بين الجهازين الطبي، صلاح سيعود. وعندما سئل هل سيعود إلى المنتخب قال جميل. هناك فرصة لعودته إذا تأهل الفريق إلى النهاية. يعني من كلامك وكلام صابر موقف القوة لكلوب أكثر من الاتحاد المصري. طبعا والواضح جدا ان كلوب يعني التواصل مع اللاعب بشكل اكبر واطلاع اكثر ليفربول من مسؤولي الاتحاد. فتحي، والله سامحني ما احبش اقول كلام كبير، ولكن هذه فضيحه بكل المقاييس. محمد صلاح ما هوش مجرد لاعب، محمد صلاح هو اللي قائد الفريق. محمد صلاح يأطر اللاعبين. محمد صلاح وجوده المعنوي ربما أهم حتى من وجوده على الميدان. النقطة الأولى. إذا أنت كيف تترك السفينة وتذهب تعالج؟ النقطة الثانية، حارب ما معنى وسمعت صابر ونعرف، وأنا وجهة نظر أخرى، أنه الأطباء في ليفربول يعرفوا عضلاته عضلة، إذا هم قادرين خير باش يداويوه. هذا فيه استنقاص من الإطار الطبي المصري. لما لا يبقى والتنقل في الطائرة
من الكوت ديفوار الى انجلترا. فتحي لا خليني اكمل. خلي يكمل، ما قاطعك سابق، خلي كمل تفضل. نجم يكون غلط، اما هذا وجهه نظر نتاعي انا. طيب بس من حق فتحي اني اعقب. منطقيه. إيه تفضل. وجهه النظر نتاعي منطقيه. تفضل. انا اقول التنقل بالطائره عليه الاطباء المصريين شبيهم فيهم استنقاص ايضا من الاطباء المصريين. اذا نقول ضروري، وكما قال تو عبد الكريم كلوب قال لهم لو ينجح ولا لو يتعدى ممكن يجي امان، ممكن يجيكم بالنهائي. لان شكون يحكم في شكون؟ من يحكم؟ من يحكم؟ صلاح راك مصري، 100 مليون يحلموا بيك يحبوك، نهار تسجلهم كاس على الاقل معنويا كي تبدا موجود ترفع المعنويات. يعني كان يفترض ان الطائره في الجهاز الطبي هي من تاتي الى كوت ديفوار وتعالج محمد صلاح. بالله اما اسهل. طبعا الطبيب نتاعو يجي الكوت ديفوار. طيب خير سعود لك يا احمد، بس من حق صابر راهو معنويا هام جدا على المجموعه. تفضل. احنا دلوقتي بنتكلم في مصلحه عامه للمنتخب ولا بنتكلم في موقف؟ انا دلوقتي خلينا نبقى منطقيين في حكمنا. اللعيبه حتى في الانديه العربيه عندنا بتسافر اوروبا تتعالج، ده منطقي، ده مش مشكلتي ولا مشكله صلاح ولا المنتخب المصري. بطبيعه الحال دوره افريقيه، بطبيعه الحال ايا كان في بطوله عادي رمز مثل محمد صلاح يعني يسيب المنتخب ويرجع. إذا كان بص يا مشاري، اذا كان التقارير بتقول ان هم يقدروا يعالجوه قبل النهائي زي ما الاتحاد ما بيقول، لو كده مش هيلحق صلاح ما كانش يتحرك من كوت ديفوار، يفضل مع اللعيبه ويقوم بدوره كقائد انت كمصري كمتابع كجماهير مصريه تنتظر من قائد ان يرفع هذا الحلم كأس أفريقيا، هذا التصرف تشوفه منطقي سليم؟ كخطوط عريضة لا طبعا لا أتفق معاه، ولكن إذا كانت في فرصة إنه يلحق بالدور قبل النهائي مع الأطباء في ليفربول فليفعل وليذهب وليتعالج ويعود للمشاركة مع المنتخب. طيب. إنما لو كانت الفرصة مش موجودة في كل الأحوال لا كان يقوم بدوره خارج الملعب كقائد للمنتخب. أحمد. أنا أعتقد أنه التعامل مع القضية دي من الأول كانت خاطئة. بالنسبة لي صلاح كان المفروض يسافر ليفربول من أول يوم إصابة عضلية ما حد يشفى أقل من 10 أيام، على الأقل أسبوعين. فلذلك وجوده في المنتخب المصري ما راح يضيف ولا راح ينقص، ولكن وجود محمد صلاح بأهميته بنجوميته من يعلن هذا الكلام منطقي يا أحمد، هذا الكلام منطقي يا أحمد عن الإجراءات الاتحاد المصري. لا معلش، وجود والله انا اشوفها سابقه، وجود محمد صلاح ما يزيد ولا ينقص في المعسكر المصري. انت قلتها الحين تقول انه اسبوعين، معناته ان صلاح almost يعني خارج البطوله. اذا وجوده المعنوي، انا اتفق مع فتحي، وجوده المعنوي مهم جدا، لكن هذا ليه تفضيل. لا العفو، هذا تفضيل للمصلحة الشخصية والنادي على مصلحة المنتخب الوطني، وهذا خطر جدا. هذا كلام خطير عبد الكريم، تعنيه الكلام. نعم، وهذه إحدى أهم المشاكل اللي تعاني منها المنتخبات العربية، أنانية اللاعبين وتفكيرهم في المصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة، مصلحة المنتخبات. طيب عندنا حادثة سابقة فتحي، كريستيانو رونالدو أصيب في أول دقيقة في نهائي اليورو أصبح مدرب يتحرك رغم الإصابة وأهمية وجوده وهو خارج الملعب. أمثلة كثيرة. لا بالطبع، الحين يصيب في نهائي اليورو في نفس يوم المباراة تبغى يروح ويرجع. لا أقصد يعني أهمية اللاعبين ودعمه للاعبين، هذا مثال من أمثلة. من أمثلة عديدة. شوف محمد صلاح قلت لك ماهوش مجرد لاعب، ماهوش مجرد قائد فريق. محمد صلاح بالنسبة لي أنا حضوره، رمزية حضوره حتى مع اللاعبين، فهو لاعبين شبان معناها يقتدوا به، نصايحه، رجل عنده تجربة كبيرة أثناء المقابلات. ترى المباراة الثانية كان في نفس الدور اللي قام فيه كريستيانو رونالدو، كان يوجه على الخط وكان يشجع على الخط. الفريق المصري يلعب وربما محمد صلاح يبدأ في بيته في لندرا وهو يتحسر، لا تبدأ على الميدان تقول له لا، تبدأ موجود. جميل كانت هناك فرصة لأنه يعود ويلحق ببقية مباريات المنتخب. طيب يا جماعة ايه المانع؟ احنا دلوقتي مش بنزايد، احنا بنتكلم على انه في فرصة انه يلحق بالمباريات. ممتاز وضح يعني مستوى العلاج ممتاز يا احمد. عشان الوقت وضحوا الجميع وضح وجهة نظره في موضوع النجم محمد صلاح. مشاهدينا الكرام، من نجم
بقيمة محمد صلاح إلى نجم بقيمة رياض محرز. نتابع ماذا قال. والكارثة قائد الفريق غائب للمرة الثانية على التوالي، وبالماضي لا يزال يدافع عنه، لأنه بالماضي لحد الآن يتعامل مع لاعب مثل محرز كأنه خط أحمر بالنسبة له. Et je pense qu'on est sur le bon chemin. Honnêtement, on n'écoute pas ce qui se dit. Toutes les personnes qui essayent de parler et de croire qu'on doit gagner tous les matchs 3-0 et qui restent derrière leur téléphone et leur ordinateur, franchement, on les écoute pas du tout. Nous, on se concentre sur le terrain. Voilà, on sait qu'on va le faire que nous, tout seuls. Il n'y a personne qui va nous aider. C'est-à-dire tout ce qui est autour. Bien sûr, notre peuple est derrière nous, nos familles. On va le faire pour eux. Mais sinon, voilà, on va le faire qu'entre nous sur le terrain. Et celui qui veut suivre, il suit. Celui qui ne suit pas, c'est son problème. En tout cas, on est sur le bon chemin. ابحثوا على رياض محرز. العب رياض محرز. انت قائد فريق، مش قائد فريق بالشارع فقط، انت قائد فريق معناها ليدر فوق الميدان. Je suis plus surveillé, c'est dur de me trouver. Voilà. À gauche, c'est un peu plus ouvert souvent parce que bien sûr, ils viennent à 2-3 sur moi. Mais voilà, j'essaye de bouger, j'essaye de trucs et voilà, ça va se décanter. Je me fais pas de soucis, j'ai beaucoup travaillé pour revenir en forme. Et voilà, ça va se décanter et je me fais aucun souci. نحن لا نلتفت لما يقال عنا. كأن رياض محرز رد عليك يا فتحي في حلقة الأمس. لا، من الواضح لأنه رد بالتدقيق، قالوا يتابعونا بالتدقيق وأنا قلت نتابعوه بالفار. وينه رياض محرز؟ أنا كنت نتمنى وأنه الحماس اللي جاوب به رياض محرز في الميكرو كان نشاهدوا الحماس فوق الميدان، لأنه فوق الميدان ما ريتش فما برشا حماس من رياض محرز. ثم ثانيا، لماذا هذه حساسية النجوم العربية للكرة؟ عندهم حساسية مفرطة عبد الكريم، عندما ترفعهم للسماء وعندما تشكرهم وعندما تنادي، وأنا كنت منهم في آخر سنة 23 لمنح الجائزة الكرة الذهبية العربية، قلت رياض محرز فاز ب3 ألقاب وأنا كنت منهم. ما قاليش اسكت، ما قاليش اصمت، بل بالعكس، وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي كي تشكروا بطبيعة الحال يحبهم. أما وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام عندما يقولوا الوردة اللي اعطيتها لك يا رياض رانا نحبوك فيها شوية شوك، بس من حقه يرد، لازم تقبل شوية نقد. فتحي من حقه انه يرد، من حقه ان الرياض يرد. خليني أقول، قول. لأني نحبه برشا يا رياض، فوتت على نفسك فرصة الصمت هذه المرة، لأنك فعلا لم تكن في المستوى المنتظر. استرجع لياقتك وجاوبنا على الميدان، جاوبنا على الميدان ومش بالميكرو، جاوبنا على الميدان ورينا رياض ممتاز اللي نحبوه. هذا وانت تحب رياض محرز. طبعا ممتاز. احمد تفضل. احمد. اوكي، اعتقد ذكر النقاط هذه بديله جاوب عنه. قال لك انا كنت مراقب في ذي الجهه. الولد محمد امين لما نزل ايش عمل الفرق. البديله جاوب عنه، جاوب على ان انت قاعد تتكلم. احمد شوف رياض شو منزل تغريده، يعني كان يقول انا سامع لحد ما هو اللي امشي اللي براسي. من اللي فتح الموضوع؟ مسكر اذني من الانتقادات وامشي براسي. هذه قبل المباراه، هذه التغريده ماذا تدل احمد عليه؟ من اللي فتح الموضوع قبل المباراه؟ منو؟ جمال بالماضي. هو يتابع كل كلمه تنقال هنا وهناك. قبل المباراة هو اللي قاعد يتكلم، قال هذول الإعلام ويتكلموا على لاعبين وعلى رياض محرز، ما يعرف إن رياض محرز قبل المباراة بالضبط، وكان سيء في المباراة، وبديله كان أفضل لاعب في المباراة. اسمح لي أحمد، هذا التصريح عبارة عن كم هائل غير محدود من التناقضات. أولا رياض باستهتار وتكبر لا يكترث بالجماهير ويصفها بأنها جالسة وراء تلفوناتها وتستخدم اللابتوب. لا وحتى الجماهير، لأن الكثير من الجماهير هو الذي يكتب ويستخدم السوشيال ميديا. معقول عبد الكريم يتكلم عن الجماهير؟ يتكلم عن الجماهير رياض محرز. الجماهير هي أهمية الجماهير للنجوم بالأخير. أنا ليش قلت لك تناقض؟ أولا رفض
الالتفات للنقد، ثم يقول من يريد أن يتابعنا فليتابعنا ومن لا يريد لا يتابعنا. هذا تكبر واستهتار. بالمقابل هو استسلام. لاعب بقيمة رياض محرز، هذا النجم وهذا يعني الذي وصل إلى مرحلة يشبه بعض الجماهير الجزائرية بالأسطورة الجزائرية. بس عبد الكريم عشان نكون واضحين، ترى هو يقصد الإعلام ما يقصد الجماهير. صحيح. كلام صابر، هو يقصد الإعلام رياض محرز. طيب تفضل عشان اروح يقصد الإعلام. طيب لاعب قيمة رياض محرز، نجم في فريقه في السيتي، الآن مع الأهلي السعودي، في المنتخب، يقول أنا غير موجود أو لم أستطع التخلص من الرقابة اللصيقة علي. إذا رياض محرز يقول هذا الكلام، طيب هذه مشكلة في المنتخب الجزائري. بشكل سريع صابر. كمية استفزازات كثيرة لأن ما عندي وقت. كمية استفزازات كثيرة. أنا كنت معاك في بدايات الحلقة في الأسبوع الأول للبطولة، وقلت لك إنه رياض محرز كان يستحق لقب الأفضل في أفريقيا، وقلت لك إنه أمام فرصة ذهبية للرد على الاتحاد الافريقي نفسه. انما لما رياض محرز يرتدي ثوب جمال بالماضي وهاجم الاعلام طول الوقت، الاعلام هو همزه الوصل ما بين الجمهور وما بين اللعيبه وما بين الفرق. دور الاعلام مهم. لما انا طول الوقت بهاجم الاعلام وجمال بالماضي ينتقد الاعلام ويتخانق مع الاعلاميين في المؤتمرات الصحفيه، وكمان رياض محرز يسير وراه، يبقى احنا في خلل كبير يجب ان يتوقف حالا. شكرا للرواد، النقاش مستمر ان شاء الله معكم مشاهدينا الكرام في